كلاكيت 10 مرة يا ولاد. الرز واللبن. نرجع ونقول تاني الحاجات اللي بتعزز الرز واللبن، بتعزز طعمه وتخليه حلو معاكي. معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن بودرة، معلقتين سمنة بلدي، وحبة الفانيليا، وتاكلي احلى شوية رز ولبن. اوطي بس البوتاجاز لانه بدأ يعمل فقاقيع كده، هو خلاص خلص. الرز واللبن يا ولاد، بتجيبي رز نظيف وما بتغسلهوش. اي والله زي ما بقول لكم كده، متستغربيش. ما تغسلهوش عشان النشا اللي فيها يمسكه، مش هيربط الرز واللبن، ومش هنحط احنا نشا. لما تجيبي لبن للرز واللبن، هاتي لبن اللي هو الجاموسي من حد مضمون. لبن جاموسي كده يا ولاد، بلدي من حد مضمون، ويكون دسم وجميل كده، وتاكلي احلى شويه رز ولبن. احنا بنعمل الرز واللبن في الحله، اسمه رز ولبن مغروف، بتغرفيه في طبق وتاكلي. ما بنعملوش يا ولاد في صينيه وندخله الفرن، بحس انه بيبقى ناشف شويه. احنا اتعودنا على الحله. يومكم سعيد يا ولاد، ويومكم بيضحك، وصباحكم زي العسل.